السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. توصل نادي غالاتاساراي التركي لكرة القدم إلى اتفاق أولي مع تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكد فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الفريق التركي اتفق مع البلوز على ضم النجم المغربي هذا الصيف. وأضاف المصدر نفسه أن المفاوضات بين الطرفين مستمرة للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل تحديد موعد الفحوصات الطبية. وأشار إلى أن غالاتاساراي التركي يخشى حدوث بعض التقلبات في هذه الصفقة مع إمكانية دخول باريس سان جيرمان الفرنسي والنصر السعودي على خط في أي وقت. ويرتبط حكيم زياش بعقد مع تشيلسي يمتد إلى غاية 30 يونيو من عام 2025، غير أنه ظل خارج حسابات الفريق منذ فترة طويلة، واتفق مع النادي على الرحيل هذا الصيف. I'm going to tell you why I run the Bimbo Global Race. Have you ever had طلب أنسو فاتي مغادرة نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقا لصحيفة آس فإن اللاعب أنسو فاتي لا يرغب في الاستمرار مع برشلونة خلال الموسم الحالي بسبب البداية المحبطة للفريق. وأشارت الصحيفة إلى أن فاتي شعر بأنه لاعب غير أساسي لدى تشافي، لا سيما وأنه شارك كتبديل ثالث في مباراة ختافي بالجولة الأولى من الليغا.